حضرتك دور بالايميل، اكتب في السبجكت اللي انت عايزه هتلاقيه. انا اكيد المعلومه مش ظاهره، مش حاضره في مخي دلوقتي. ايه التهريج ده؟ ده مش مقاطعه بقى، مش اي حاجه بالانجليزي تبقى مقاطعه. بصوا يا جماعه، عشان واضح ان الموضوع اختلط على اسره العمل الكريمه وعلى اسرتي في البيت، انا محتاج اوضح حاجه. انا زي ما حضراتكم شايفين في اجازه. يعني ايه اجازه؟ ده بقى عنوان حلقه فضفضه بتاعتي النهارده. الاجازه هي فتره زمنيه خاصه بيا انا فقط. هل انت ليك فيها؟ والله العظيم 3 ابدا ولا حاجه. والاجازه على فكره تشمل طول اليوم، مفيش حاجه اسمها قوم انت مقضي الاجازه نوم. انا حر اقضيها نوم، اقضيها متنح في السقف، انا حر، بتاعتي اجازتي. انا مش واخد الاجازه اطور من نفسي، هو مش سمر كورس اهو، فما تعملش اي اكسبكتيشنز مني تاخدها بقى بعد الاجازه. هاخد الاجازه وارجع زي ما مشيت. يعني انت ما تستناش اي نوع من انواع التطور. ومفيش حاجه اسمها ايه خطتك المستقبليه للاجازه. خطتي ان مفيش خطه، ده الحلم، ان انا اقعد كده اسبوع بدون خطط، ده حلم حياتي. وبالنسبه بقى للشغل الكريم، فالاجازه تشمل التليفون. مفيش حاجه اسمها اجازه بس هتكلمني بقى تسالني الشغل بقى بيقول ايه وفي ايه، مفيش الكلام ده. مش انتوا طول السنه بتقولوا لي عايز تقدم استقالتك امشي، الشغل ما بيقفش على حد. ما تكلمنيش بقى في الاجازه، اثبت لي كلامك عشان ارجع مستقتل بقى على الشغل، عارف ان هو ما بيقفش على حد. لكن تكلمني في قلب الاجازه تسالني على ايميل، ما تكتب في السيرش السبجكت، وبعدين ما ارجعش من الاجازه تقول لي انت ريحت يلا بقى نشتغل. على فكره انا مش واخد الاجازه عشان ارجع للاحسن واديك حريقه انت فاهم غلط. انا واخد الاجازه عشان انساك، ولو ما عرفتش اتناساك، امثل ان انا نسيك. انا برجع من الاجازه حاسس ان انا ناسي شغلي ودراستي. ليه؟ لان انا كان كل مجهودي وقتها ان انا انسى التروما اللي انت عاملها لي. وعلى فكره انا من حقي اجازه، لان انا انسان، انا مش كنبه، مش كومودينو، انا مش مخلوق عشان اشتغل. فلما ارجع ما تعاملنيش كانك كافئتني ان انت تكرمت ورضيت ان انا اطلع اجازه. انت مش مديني عاديه، يعني ده حقي. راعي ان انا هادي عشان ما اعكرش صفو اجازه الناس اللي حواليا. فوانا جاي اطلب الاجازه ما تتعاملش معايا متوقع ان انا جاي لك بقى حاسس بالذنب، مكسور ان انا بطلب اجازتي. انا مش عامل عامله ده انا في قمه سعادتي، يعني طول السنه مستني اليوم ده. هتقول لي بقى طب والشركه والتارجت وكل الكلام ده، هقول لك الشركه بالتارجت، انتوا مش من بقيه اهلي، انا مش مساهم، انا اصلا بشتغل عشان احوش فلوس عشان استمتع بالاجازه. دي دوره حياتي، فانتوا وسيله للغايه الكبرى مش اكتر. اقول لك اصلا انا عذرك، انا هفهمك. انت فاهم العكس، انت فاهم ان انا بشحن عشان ارجع ابن الشركه البار واديك انتاجيه. هي الموضوع مش كده خالص. انا بشتغل عشان اشحن بس رصيدي في البنك اللي يصرف على اجازه حلوه. وبعدين لو انا قدمت على اجازه ما ينفعش ترفضها بحجه بزنس نيد. ما تخلينيش كل شهرين اقول لك ان خالي مات. ما سهله، السلام عليكم انا رايح عزا خالي. وبعدين على فكره السيك ليف حاجه والاجازه حاجه، ما تربطهمش ببعض. يعني ما اجيش اقدم على اجازه تقول لي ده انت كنت لسه اجازه مرضيه من اسبوع. ما تبقاش غبي. اجازه مرضيه مقضيها على السرير غير اجازه تانية مقضيها على السرير برضو بس نوم عن نوم تفرق. ثم انت مال اهلك، مش كله موجود في قانون العمل. هو انت جايبني من سوق العبيد ولا ايه؟ وبالنسبه لزمايلي في الشغل، انا مش عايز حد يكلمني عشان نخرج في ايام اجازتي. لازم تفهم ان انت حبيبي وصديقي بس انا اجبرت على العلاقه دي. يعني لولا الشركه ما كناش اصلا عرفنا بعض. هل كان زماننا اصحاب؟ باكد لك لا، انت كئيب، وحتى لو انت مرح بتفكرني بالمكتب الكئيب. انا مستحملكم بالعافيه. راقبني في صمت في اجازتي، يعني انا عايزك تراقبني في صمت شخص. وبالنسبه لبابا وعيلتي، الاجازه معناها ان انا واحد مرهق طول السنه ومفحوط، فالحكومه الهي يعمر بيتها الزمت شركتي بقانون عمل ارتاح فيه فتره مره واحده خلال السنه. مش معنى بقى ان الحكومه مش عامله لكم قانون في البيت ان احنا نفتري. مش عشان اجازه الاقي بابا داخل تاني يوم الصبح بصنايعيه هنعمل ايه، هنجدد الحمام الصغير. الحمام الصغير ده اصلا محدش بيخشه، احنا حاطين فيه رمل للقطه، فمش وقته تطوير عقاري، مش وقته رينوفيشن دلوقتي. الرحمه حلوه، انا في اجازه. وبرده مش معنى ان هو اجازه ان انا اوصل ولاد اخواتي اي مكان عايزين. التاسك دي اصلا سواء اجازه او مش اجازه المفروض تتشال من الاخ الصغير. انا ماليش دعوه. انت واحد اتجوزت واحده خلفته، انا مالي؟ انا دول لو معروضين فور ادابشن مش هتبناهم حتى، انا مجبر عليهم. واخيرا ريم زوجتي العزيزه، ارجوكي الاجازه معموله عشان انا ارتاح، مش عشان نعمل مشاوير مأجلينها ولا عشان اصلح الحاجه البايظه في البيت. انا مش فني ثلاجات اصلا. انا نفسي اعرف انت بوظتي لمبه الثلاجه ازاي، يعني عملتيها ازاي انسان يبوظ لمبه ثلاجه؟